غير ولاية الفقيه. هذه شيعة العراق، وسنة العراق اخواننا احناف صوفية. يعني شو المشكلة بولاية الفقيه؟ بها مشكلة؟ ولاية الفقيه لا يقبلها انسان عاقل. انه واحد يجي لهالدرجة؟ نعم يجي واحد يقول لك انا باسم الله اريد احكمك. شنو انت نبي رسول؟ الحاكمية لله غير؟ لا، الحاكمية للشعب مو لله. احنا شعب نريد نحكم نفسنا. لله شنو؟ الله طاك تخويل تتخوفني بكلمة الله. الحاكمية لله هذا روح شيء عدل الوهابية يطنخ يقول اعوذ بالله قال الحاكمية لله. لا ولا كرامة. الحكم للناس يحكمون انفسهم كيفما شاءوا. من ادعى انه يحكم باسم الله خليه يطلع لي الوكالة من الله، يقول هاي نزل لي يا جبرائيل قال يا انت يا عبدي يا عماد العبادي احكم العراقيين باسمي. نزل عليك جبرائيل شيء؟ ففهمنا ما نازل عليك جبرائيل ولا نازل علي ولا نازل على غير واحد. اذن هاي الكلاوات تفر لي ايات القرآن وما ادري شنو، هاي خليها لك تفيدك. احنا ابناء العراق نتفق على شكل الحكومة وعلى شخص الحاكم فقط، وهاي العالم كلها الشكل جاي. يعني انت تقول جا هو هذا ربك اللي تقول انا حاكمية الله؟ جاء ربك بس يعرفني انا؟ ليش ما يروح هناك يسوي حاكميته باليابان؟ جاء الله بس احنا عندنا يندلنا. زين، وهاي القوانين واللي قاعد يحاكمون الناس باسم الدين وباسم القرآن وباسم شلون نتعامل وياهم؟ من هم ذو؟ وياه هو الحاكم باسم القرآن. يعني باسم القرآن قاعد تلاوات هذه. جا ما اشوفهم طايح حظهم يطلع لي دولة اسلامية بها خير. لأن هم جاي يبوقون باسم الله، يبوقون باسم النبي، يبوقون باسم جبرائيل، باسم المسلمين كلهم. كل 55 دولة إسلامية طايح حظها. قليل أكو شوية يريد يطلع يقب على وجه الدنيا، قليل. شنو الحكي هذا؟ شنو الحاكمية لله؟ يعني دائما نقول الدولة لا يمكن أن يكون لها دين. إيه ما يكون لها يعني؟ ما يكون، لأنها مؤسسة قانونية. هي شركة مثل نادي الزوراء الرياضي. هل يكون لنادي الزوراء الرياضي دين؟ نقول نادي الزوراء الرياضي الناصبي ونادي القوة الشيعية الجوية الشيعي يصير؟ ما يصير يا أخي. هذا لعد الدين مو قانون إنساني؟ الدين رسالة إلهية أنزلها الله سبحانه عز وجل على كرام أنبيائه وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله لهداية البشرية وليس لحكمهم والتجبر عليهم والتكبر عليهم. القرآن ورسالة الإسلام الكريمة تحولت إلى سيف لاضطهاد الناس. أبعث محمد صلى الله عليه وآله لكي يحتل البلاد مثل هذا، مثل جنكيز خان؟ أكو نبي يبعث يقول إنما بعثت بالسيف؟ عيب هذا الحكي. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لبعثت مكارم الأخلاق مو بالسيف. هذول شوهوا الدين الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وآله. يقول لك أقتلك لو تصير مسلم. هذا شنو من نبي؟ أكو نبي يجي يقول لك لو تصير مسلم لو أقتلك، ومن تقول له يابا أسلمت يقول لا ما مقبول، كون تسلم من كل قلبك. أنا شلون أسلم من كل قلبي وأنت سيفك فوق راسي؟ تناقض، هذا تهافت يصير. وكانت اكو فتوحات اسلاميه ونشرون الدين مثل فتوحات جنكيز خان. جنكيز خان فتوحاته بعمره يعني فتوحات اسلاميه مثل فتوحات جنكيز خان؟ لا، فتوحات جنكيز خان اعظم من الفتوحات الاسلاميه عسكريا واستراتيجيا اكبر. طبعا هاي الفتوحات الاسلاميه استمرت قرنيا، يلا وصلوا المشارف الصين. جنكيز خان ب50 سنه 60 سنه طلع من منغوليا وصل لاوروبا. دولة جبارين. طيب. شعب جبارين. عن اذنك نروح فاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود. كونوا مع سحور سياسي. يا ويلي يابا.